ابو غانم، انت من ساعه قلت لي ان اشتريتوا النادي ب 70 مليون يورو دولار. 70 مليون دولار. 70 مليون دولار. اي سنه؟ 2011. مش يعني 2011 نتكلم على 14 سنه. 14 سنه. كم؟ واليوم اخوي خالد بس عفوا يعني 70 مليون دولار النادي كامل. 70 مليون دولار اخذنا باريس سان جيرمان ب 70 مليون دولار. واليوم قيمته 5 مليار. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وكان دخل اخوي خالد النادي 70 مليون دولار. اليوم دخل النادي فوق 800 مليون يورو. ما شاء الله. الحمد لله. يعني قبل طبعا كان الجمهور او الفولورز 500,000، اليوم دخلنا في 200 مليون متابع ما شاء الله، مشجع باريس سان جيرمان. طبعا اصبحنا من اكبر تقريبا نادي لشركه نايك في العالم. اليوم باريس سان جيرمان اصبح ماركه عالميه، هذا كان هدفنا الامانه، اصبح ماركه رياضيه عالميه في العالم كامل وليست كره القدم فقط. اليوم الحمد لله عندنا جمهور في العالم كامل. اليوم احنا رايحين ان شاء الله بعد كم من يوم كاس العالم للانديه في امريكا في لوس انجلوس، فاكثر مباراه انباعت تذاكرها هي مباراه باريس سان جيرمان اتلتيكو مدريد اللي 15/6. فالحمد لله يعني الواحد فخور في هذه الارقام. والرعايات السبونسرز، السبونسر الحمد لله الدخل كامل. يعني شوف اليوم احنا اخوي خالد من الشامبيونز ليج فقط دخلنا تقريبا 225 مليون يورو فقط من الشامبيونز ليج، حقوق والتيكتينج الهوسبيتاليتي فقط، غير السبونسر طبعا. هذه الدخل والارقام هذه طبعا تدل على ان في ماركه عالميه الحمد لله الكل يثق فيها. صدقني كما كانت سهله في البدايه اخوي خالد، تقنع الناس يجون لك يسوون لك سبونسر ولا دعم وكذا، كانت الامور مش سهله. الحمد لله رب العالمين توفيقه. الحمد لله رب العالمين. وبعد هذا السنوات من الاستثمار في النادي جيت وحققت لقب دوري ابطال اوروبا وباصغر سن لاعبين. ما احنا رقم 2 نحقق هذا اللقب على مستوى العالم او في اوروبا. معلش، كرئيس نادي باريس سان جيرمان، ايش يعني لك كرئيس نادي باريس سان جيرمان وايش يعني لك ناصر بن غانم الخليفي شخصيا؟ قلت لك الواحد يحس بالاعتزاز والفخر اخوي خالد. يعني تعرف تجي قدري يفوز لك في تشامبيونز ليج، تعرف مع العمالقه، كل الاحترام الامانه الانديه سواء برشلونه، ريال مدريد، مانشستر سيتي او يونايتد او ليفربول، ارسنال، يوفنتوس، انتر ميلان، ايس ميلان اللي كنت تشوفهم في التلفزيون الامانه، تعرف انديه عريقه، بايرن سبحان الله. يعني شيء كبير، تعرف يعني الحمد لله رب العالمين. هاي اقول لك انا اللي قلته اخوي خالد، ان الواحد يثق برب العالمين اولا وبهدفه ويتوكل على الله ويشتغل. صدقني راح تحقق كل اللي هاي. انا بعد 2020 اخوي خالد يوم خسرنا الفاينل مع ضد بايرن، كالي رومينيجي جاني، والامانه شخص محترم يعني محترم ويحب قطر، فقال لي شوف راح تفوز في الشامبيونز ليج السنه اللي انت ما تتوقع انك تفوز فيها، تعرف. كان في عشاء رسمي قبل المباراه بيوم، تكلم رئيس الاتحاد الاوروبي، طبعا لازم كنت الغي كلمه رئيس نادي ورئيس نادي انتر بعدي. فطبعا كنيت كل الاحترام لانتر ميلان، نادي عريق وصل فاينل عقب فوز على مباراه من اروع المباريات اللي شفناها في حياتنا صراحه ضد برشلونه وكذا. فذكر رئيس وذكرت في الكلمه هذه ان كان رومينيجي قال لي عقب 2020، ما قلت انه قال لي بتفوز، قلت له انه قال راح تحقق هدفك، خفت اني اقول تفوز للامانه عشان ما حد ياخذها علي، فقلت راح تحقق هدفك. فجاء رئيس انتر ميلان قال 2006 منتخب ايطاليا سحق منتخب فرنسا في كاس العالم في برلين في المانيا، وبكره نادي ايطالي راح يسحق نادي فرنسا. ياتي عليه. فشفت رئيس الاتحاد الاوروبي بضحك، قلت ممكن اروح اتكلم بعده، قال ايش بتقول؟ قلت له كلهم راح اقول لك، المهم تم يضحك. فقلت سبحان الله هذه شعلت فينا الحماس وخلتنا نشوف التفاصيل. فقلت رحت حق المدرب قلت له ترى كذا، قال لي، قلت له شوف هدوء. وكان المدرب سبحان الله اخوي خالد، هذه من اسباب بعد توفيق رب العالمين، المدرب كان في الاسبوع اللي قبل المباراه هدوء
كالم. تعرف الناس اخوي خالد، باريس 3 أسابيع قبل الفاينل اعتفست بعد مباراه ارسنال، يعني راحت، يعني تعرف الكل ما تمشي، ما نقدر نمشي في الشارع، فاينل نبي الكاس. تعرف حتى يقول لي المدرب، يقول ما ثميت اقدر اطلع، قلت له ولا انا والله. تعرف الناس يعني متشجعه ومتحمسه اكثر عن اللازم، فيقول لازم احنا نتحكم في الامور، نهدي اللاعبين. الجمهور كانوا بيجون المطار اثناء سفر اللاعبين ميونخ، المدرب رفض، قال خلي الامور طبيعيه. فحاولنا نخلي كل الامور في كوميونيكيشن، لغايه اللاعبين يعني ما نحطهم تحت الضغط. تعرف كل الامور كانها مباراه عاديه. تعرف طبعا مهما يكون اكيد فاينل مهما تسوي، فحاولنا نقلل قد ما نقدر. والمدرب لما كان مصر على هالنقطه انه يكون الامور، فسبحان الله هذه ادت. هم شوي كانوا انه جايين بيفوزون 100%. تعرف يعني تشوفها على الورق. انا بالنسبه لي بيني وبين نفسي لو تسالني قبل ما راح اقولها اعلاميا، فريقنا كان افضل الامانه، افضل يعني فنيا، ولكن عندهم فريق خطير الامانه، يعني هجمات مرتده ممكن يسجل. يعني تقول لي بتفوز؟ لا. لعيبه في ذيك اللحظه. والله يا اخوي خالد، واحد سالني قال لي يوم 5-0 هل هديت؟ قال لي 4-0 هديت شوي؟ قلت له والله حتى 5-0 ما هديت. قال لي شلون؟ قلت له ما استوعبته. تعرف يعني ترى مرت بسرعه. تعرف كل شيء ممكن يصير في كره القدم. تقول لي 5-0 صح مستحيل، بس ما استوعبت انك انت تقدر تفوز على انتر ميلان. والتجارب علمتنا، لا التجارب علمتنا. والرقم القياسي يعني 5 أهداف، ما حد فاز 5 أهداف في تاريخ الشامبيونز ليج وضد انتر. هاي تعرف يعني ما استوعب. رقدت مع اقسم بالله حطيت حذائي ورقدت معاه. قلت اذا قمت اقول حلم معها العزيز، معها العزيز هاي بالاثنين حطيته والله. الناس ما رقدت والله ساعه واحده اقسم بالله، لان نطلع ثاني اليوم عندنا ساعه واحده. تعرف يعني 4 أيام نمت توتل 8 ساعات. بس ابو غانم يعني شفت هاي التعب اللي انت سويته. اكلمك الحين احنا كقطريين فخورين فيك، ما في نقاش، بس انا كنت فخور اكثر وانت داخل ملعب الامراء وتحتفل مع الجمهور والنشيد الرسمي للنادي. شفتك وانت معاهم، شفت الجمهور معاك يعني. والله اخوي خالد تصدق يعني شيء بقول لك اياه اول مره، والله العبره جاتني لما تشوف الشياب عيايز صغار يلمونك، شكرا لكم، شكرا. تعرف سبحان الله هذه بتحسها صادقه من القلب. من القلب اي صح. ما تقدر ما تعرف شو تقول له، ما تعرف يعني. تعرف سبحان الله تقول يعني المدرب يقول لي عقب ما فزنا، لان جلسنا في ميونخ، قال لحد الان احنا مش مستوعبين ايش سوينا. قال لما نروح باريس، يوم رحت باريس اخوي خالد اشوف ناس فوق الشجر والله العظيم، اقول لهم خايف عليهم، بلكونات فوق محلات، شيء يعني عمري ما شفته. تعرف يعني سبحان الله السعاده اللي تعطيها الناس والله تسوى كل التعب. والجمهور هذا في مشكله، اللي مش مشكله يعني طموح، بالعكس انت الحين اعطيت حق اهل باريس القمه، اعطيتهم الحلم. اكيد الحين يقول لك يعني توصل القمه اوكي على الحكمه يعني صعب، لا صعب، لكن من الاصعب انك تحافظ على القمه. فعندك الحين تحديات، عندك طموح، وانت بتوصل الحين شنو الهدف؟ شوف اخوي خالد، وقلت حق اللاعبين على طول عقب المباراه، قلت لهم شوفوا انا جدا فخور فيهم الامانه، ووصلنا لاعلى القمم في اوروبا. تفوز بهذه صح. بالنسبه لي هذه المباراه اخوي خالد كمستوى افضل من اي مباراه في العالم، كمستوى او كقيمه. تواضع، لا واحد يقول انا وصلت وخلاص وصلت، تواضع. والشغل، الحين لازم نشتغل ونتدرب اكثر ونشتغل على التفاصيل. الكل بيشتغل، الكل بيفوز على البطل. صح. تعرف يعني الكل جايك انت بطل، الحين مش انت قبل مش بطل، جاي انت باريس سان جيرمان، اليوم انت حامل البطوله، فالكل بيخطط لك، الكل بيشتري لاعبين، الكل بيدخل في اكثر التفاصيل عشان ياخذ منك الكاس. واكيد احنا طموحنا، احنا لدينا فريق، ميزتنا اخوي خالد لدينا فريق شاب ناشئ يعطيك 8 سنوات. هذه شوف هذا هني من افضل. شوف ماركينوس هني اخوي خالد لانه عانى كثير وانتقدوه انه لاعب مش بطولات، لاعب كذا، فتعرف قهر في قلبه طلعه انه فعلا حس هو من افضل المدافعين في العالم، وهو افضل دفاع الامانه وكابتن وقائد. تعرف فسبحان الله توفيق. الشامبيونز ليج بطوله صعبه اخوي خالد،
تفاصيل كثيره، يعني اي شيء سبحان الله، يعني سبحان الله. احنا نلعب كاس فرنسا اسبوع قبل اخوي خالد، كفاره كان يلعب يسخن حق المباراه. شوف تخيل، صار شيء غريب، صداع كذا، فشافه شوي مش طبيعي. المدرب قال له خذ اغراضك روح البيت. فانا في بالي الحين مش مفكر في كاس فرنسا الامانه، بس افكر في الشامبيونز ليج. اقول له هذا صار لا في الشامبيونز، فتوفيق رب العالمين سبحان الله. يعني خلى سبحان الله صاد هالشيء في كاس فرنسا اسبوع قبل، 3 ايام ارتاح وكذا ورجع. يعني تخيل هذا الشيء يصيدك في نهائي الشامبيونز ليج، الفريق نفسيا راح. فسبحان كل شيء توفيق من رب العالمين. يعني حرسنا دوناروما لازم قبل كل مباراه والله العظيم ادوره، وين اروح ادوره، تعرف يعني اخليه يروح غرفه الملابس كذا. مره ضد ارسنال، وين قالوا لي الله يعزك موجود داخل في غرفه الملابس وكذا. دوره قلت له شوفوا طلعوه، لازم اروح له قبل كل مباراه اشوفه عين بعين والمه واقول له انت افضل حارس في العالم والله العظيم، ويلمني وش طالع لي ويلمني. تعرف دوناروما فعلا هو افضل حارس نفسيا، تعرف لازم يسمع الكلمه، لازم احد يقول له ان انت افضل حارس في العالم. فكل واحد له صغار شباب، تعرف دخلوه، تعرف داخلين اخوي خالد 19 سنه، اول تشامبيونز ليج يلعبها في حياته، اول مباراه لعبها ديزردوي ضد ارسنال، اول مباراه يبداها حتى مش في الدوري الفرنسي، في الدوري من الدوري الفرنسي او تشامبيونز ليج ضد ارسنال، المباراه الاولى اللي خسرناها 2-0 عندهم. تخيل 19 سنه اخوي خالد، لاعب يدخلك يبدا لك فاينل تشامبيونز ليج، سجل لك جولين، فاكيد تحضير نفسي له اكيد. والله يا اخوي خالد طبعا اكيد. شوف الحين عندنا 2 تعوروا في مع منتخب فرنسا من 3 ايام، ديمبلي وباركولا الله يشفيه. اي فديمبلي ان شاء الله يريح له اسبوعين ويرجع لنا، زي بيكون مع الفريق ان شاء الله بيسافر معاهم، وباركولا اسبوع بيرجع. اللاعبين تعرف ضغط، ترى هذه المباريات اخوي خالد تاخذ من عندك يعني من الطاقه الذهنيه والبدنيه والنفسيه شيء كبير ترى. يعني شوف انا ما العب والله حسيت نفسي اسبوع ميت. والله ريكفري يبي لنا شهر. تعرف اللاعبين هذيلا تخيل يعني لعب ذهني وصغار، تعرف بروبا هذه. بس ان شاء الله الحين يوم انا قلت لهم انتم الاحد نحتفل في باريس ولا 2 منتخباتكم